يا جموع الناس قد آن الأوان ابدعوا وأطلقوا كل العنان بفؤادي والأيادي واللسان إننا قوم خلقنا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم متابعينا ومشاهدينا الأفاضل في حلقة جديدة من المسابقة الرمضانية الكبرى صحابيات. نجدد الترحيب بكم وباسمكم وباسم برنامج. أرحب بضيفي وصديقي ومن يصحبني في التقديم أنس بيان. أهلا وسهلا. حياك الله عبد الرحمن وحياكم الله مشاهدينا الكرام في ثاني حلقاتكم من برنامج المسابقة الرمضانية الكبرى صحابيات. على السريع كذا عبد الرحمن خلينا نشرح طريقة سير هذا البرنامج. نعم. سيكون عندنا بإذن الله كل يوم صحابية سنطرح سيرتها، والمطلوب منك انك انت اول ما تعرف اسمها تتصل علينا وتدخل في السحب. نعم. ماذا عن الجوائز؟ والارقام ظاهرة امامكم في الشاشة. متابعينا نشرف باتصالاتكم ونسعد بسماع اصواتكم. نشرف في الحديث عن الصحابية انس. قبل ما نشرح نود ان نقول ان في مسار واحد طبعا للسحب. نعم. اللي هو الاتصالات عبر الرقم الظاهر لكم في الشاشة، وقيمة الجائزة $100. طبعا أمس تكلمنا عن عائشة رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، واليوم نشرع في أحد الصحابيات الجليلات. طيب خلينا نبدأ أولا في نسبها ونشأتها في الجاهلية. أمها فاطمة بنت زائدة قرشية من بني عامر بن لؤي. يلتقي نسبها مع الرسول صلى الله عليه وسلم في جده قصي. يلتقي نسبها مع الرسول صلى الله عليه وسلم في جده قصي، فهي من أقرب نسائه إليه في النسب. الصحابية لهذا اليوم هي أقرب نساء النبي صلى الله عليه وسلم إليه في النسب. بيتها بيت مجد ورياسة ومال. نعم. ويذكر ومما هو معروف عنها أنها كانت ذو حظ ونصيب في التجارة، وكانت تاجرة في الجاهلية وفي الإسلام، وكانت تتعامل مع الرجال فتستأجرهم يعني تعطيهم الأموال ويتاجرون بها. وقد أعجبت بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم عندما استأجرته للمتاجرة. أعجبت بأخلاقه وأمانته وطهره فطلبت منه الزواج. نعم. أيضا كما ذكرنا أنها نشأت في بيت شرف ووجاهة. مات والدها يوم حرب الفجار. تزوجت مرتين قبل زواج النبي صلى الله عليه وسلم. تزوجت مرتين قبل الرسول صلى الله عليه وسلم باثنين من سادات العرب، هما أبو هالة بن زرارة بن النباش التميمي، وجاءت بهند وهالة منه. نعم. والآخر هو عتيق بن عائد بن عمرو بن مخزوم، وجاءت منه بهند بن عتيق. المقصد أنها تزوجت قبل الرسول صلى الله عليه وسلم باثنين من سادات العرب، هما أبو هالة وأيضا الآخر هو عتيق بن عائد بن عمرو بن مخزوم، وجاءت منهم بابنتين من هذا السادات الكبار. نعم. نعم. ومن فضائل السيدة خديجة أن أنها أول من لجأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم بعدما نزل إليه الوحي قائلا زملوني زملوني، وكان في حالة هلع وخوف النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رجع إلى بيته رجع إلى بيت خديجة وهو خائف يقول زملوني زملوني. وقد قرن الله بينها وبين مريم بنت عمران في الخيرية، إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير نسائها مريم ابنة عمران وخير نسائها خديجة بنت خويلد. نعم. نعم. نستقبل طيب أول اتصالاتنا لهذا اليوم ونقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. من معي ومن وين تكلميني؟ خديجة نجاش من الرياض. خديجة نجاش من الرياض. حياك الله أختي خديجة. هل عرفتي الصحابية لهذا اليوم؟ نعم. صحابية خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. نتمنى لك حظا طيبا أختي خديجة ويحالفك الحظ بإذن الله. والى اتصال آخر نقول ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. الاسم الكريم. أهلا. كل عام وأنتم بخير إن شاء الله. وأنتم بخير وصحة وسلامة. الاسم الكريم. معك ليلى سعيد من السودان. ليلى سعيد من السودان. ليلى سعيد من السودان. أهلا وسهلا أخت ليلى. هل تعرفتي على الصحابية لهذا اليوم؟ نعم. السيدة خديجة بنت خويلد.
السيدة خديجة بنت خويلد، شاكرين لك يا أخت ليلى. إلى اتصال آخر نقول السلام عليكم. ألو. أهلا أهلا عبد وعليكم. العزيز أحمد. عبد العزيز أحمد، حياك الله حبيبي عبد العزيز، من وين تكلمني؟ من الرياض. حياك الله يا حبيبي، هل عرفت الصحابية لهذا اليوم؟ خديجة بنت خويلد. خديجة بنت خويلد، نتمنى لك حظا طيبا حبيبي عبد العزيز وحالك بالحظ بإذن الله. وإلى اتصال آخر نقول ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا وسهلا. الاسم الكريم؟ فريدة سعيد من الرياض. أهلا وسهلا أخت فريدة، هل تعرفتي على الصحابية لهذا اليوم؟ أيوة، خديجة بنت خويلد. خديجة بنت خويلد، شاكرين لك. وإلى اتصال آخر. إلى اتصال آخر نقول السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله، من معي ومن وين تكلميني؟ رحمة محي الدين من الرياض. أهلا وسهلا أخت رحمة محي الدين من الرياض، هل تعرفتي على الصحابية لهذا اليوم؟ خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. خديجة بنت خويلد، يحالفكم الحظ إن شاء الله. ضيف آخر نقول السلام عليكم. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. ألو. أهلا السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله، من معي ومن وين تكلميني؟ أفنان جبرت من الرياض. أهلا أهلا وسهلا أفنان، هل عرفتي الصحابية لهذا اليوم؟ خديجة رضي الله عنها. خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، نتمنى لك حظ طيب ونحالف الحظ بإذن الله. السلام عليكم. وإلى اتصال آخر، ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الاسم الكريم أخي؟ أحمد من السعودية. عبد الرحمن أحمد من السعودية. خديجة. خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، شاكرين بنت لك يا عبد خويلد. الرحمن. إلى اتصال آخر نقول السلام عليكم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله، من معي ومن وين تكلميني؟ صابرين حسن من الرياض. صابرين حسن من الرياض، حياك الله أختي صابرين، هل عرفتي الصحابية لهذا اليوم؟ صحابية خديجة بنت خويلد. خديجة بنت خويلد، نتمنى لك حظا طيبا ونحالفك الحظ بإذن الله. ونأخذ اتصال آخر نقول ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وسهلا. الاسم الكريم؟ ريان، معكم ريان. أهلا وسهلا ريان، من وين تكلمنا؟ من الرياض. حياك الله يا ريان. مين؟ ريان نجاة. ريان نقاش، أهلا وسهلا. هل تعرفت على الصحابية لهذا اليوم أخ ريان؟ أي نعم، خديجة بنت خويلد. خديجة بنت خويلد، شاكرين لك ويحالفك الحظ إن شاء الله. إلى اتصال آخر نقول السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك. السلام ورحمة الله. حياك الله، من معي ومن وين تكلميني؟ أم عبد الرحمن من السعودية. حياك الله أم عبد الرحمن، هل عرفتي الصحابية لهذا اليوم؟ خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، نتمنى لك حظا طيبا وحالفك الحظ بإذن الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. الاسم الكريم؟ أم محمد عطلة. أم محمد عبد الله، من وين تكلمين يا أم محمد؟ من اسطنبول. من اسطنبول، أهلا وسهلا. هل تعرفتي على الصحابية لهذا اليوم؟ نعم، السيدة خديجة بنت خويلد. السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، شاكرين لك يا أم محمد. إلى اتصال آخر نقول السلام عليكم. ألو السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله، من معي؟ أم عبد الملك الرياض. حياك الله أم عبد الملك، هل عرفتي الصحابية لهذا اليوم؟ خديجة رضي الله عنها. خديجة رضي الله عنها، نتمنى لك حظا طيبا ويحالفك الحظ بإذن الله. وإلى اتصال آخر نقول ألو السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا وسهلا. الاسم الكريم؟ جميلة سعيد. جميلة سعيد، من وين تكلمين أخت جميلة؟ من الرياض. أهلا وسهلا بك. هل تعرفتي على الصحابية لهذا اليوم؟ خديجة بنت خويلد. خديجة بنت خويلد، شاكرين لك يا أخت جميلة ويحالفك الحظ إن شاء الله.
إلى اتصال آخر نقول السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. من معي من تكلمني؟ جودي أحمد. جود أحمد، حياك الله. من وين تكلميني يا جود؟ اسطنبول. من اسطنبول، حياك الله وحيا الله أهل اسطنبول. هل عرفتي الصحابية لهذا اليوم؟ السيدة خديجة بنت خويلد. السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، نتمنى لك حظا طيبا بإذن الله. والى اتصال اخر نقول الو السلام عليكم. ننبه ان الاستماع الينا يكون عبر التليفون مشاهدينا الافاضل. الو. السلام عليكم. الاسم الكريم. جميل خديجة. الاسم الكريم. أنا ما أسمع والله. خلينا شكلنا ناخذ اتصال آخر. طيب إلى اتصال آخر نقول ألو السلام عليكم. المتصل السابق لعلك تحاول الاتصال بنا مرة أخرى. ألو السلام عليكم. حسام محي الدين. أهلا وسهلا بحسام محي الدين. من وين تكلمنا يا حسام؟ من الرياض. من الرياض. أهلا وسهلا بك يا حسام. هل تعرفت على الصحابية لهذا اليوم؟ عرفت الإجابة يا حسام؟ السيدة خديجة. مين؟ السيدة خديجة. خديجة بنت خويلد. يحالفك الحظ إن شاء الله يا حبيبي. اتصال آخر نقول السلام عليكم. السلام. حياك الله. من معي من تكلميني؟ وعليكم السلام ورحمة الله. اسمعنا. معك موسى. اسمعنا من التليفون يا حبيبي، لا تسمعنا من الشاشة. ايوه موسى. حياك الله حبيبي موسى. هل عرفت موسى من معليش؟ موسى كبيرة. موسى كبيرة، حياك الله. هل عرفت الصحابي لهذا الصحابية لهذه الحلقة؟ نعم السيدة خديجة بنت خويلد. خديجة بنت خويلد، أتمنى لك حظا طيبا ويحالفك الحظ بإذن الله. وإلى اتصال آخر نقول ألو السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا. الاسم الكريم. أم وائل الجبرتي من الرياض. أم هالة الجبرتي. أم وائل. أم وائل الجبرتي من الرياض. أهلا وسهلا. هل تعرفتي على الصحابية لهذا اليوم؟ نعم السيدة خديجة رضي الله عنها. السيدة خديجة رضي الله عنها. يحالفكم الحظ إن شاء الله. اتصال آخر نقول السلام عليكم. ألو السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. من معي ومن تكلمني؟ أكلمكم من اسطنبول. من معي؟ الاسم الكريم. محمد نور. محمد نور، حياك الله حبيبي محمد. هل عرفت الصحابية لهذه الحلقة؟ الصحابية خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. خديجة بنت خويلد، أتمنى لك حظا طيبا ويحالفك الحظ بإذن الله. وإلى اتصال آخر نقول ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الاسم الكريم. منى سعيد. منى سعيد. من وين تكلمين يا أخت منى؟ من السودان. أهلا وسهلا بكم. هل تعرفتي على الصحابية لهذا اليوم؟ كل عام وأنتم بخير، رمضان كريم. وأنتم بخير علينا وعليكم. الله يسلمك. هل تعرفتي على الصحابية؟ السيدة خديجة بنت خويلد. خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. يحالفكم الحظ. ضيف آخر نقول السلام عليكم. ألو السلام عليكم. حبيبنا هل تسمعني؟ ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله. من معي من وين تكلمني؟ أم محمد أميرة. أم محمد أميرة. من وين تكلميني أم محمد؟ من اسطنبول. من اسطنبول. هل عرفتي الصحابية لهذه الحلقة؟ نعم إن شاء الله. السيدة خديجة بنت خويلد. خديجة بنت خويلد، نتمنى لك حظا طيبا ويحالفك الحظ بإذن الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. الاسم الكريم.
فوزية سعيد من الريان. فوزية سعيد من الرياض، حياك الله أختي فوزية. السيدة خديجة بنت خويلد. خديجة بنت خويلد، نتمنى لك حظا طيبا ويحالفك الحظ بإذن الله. والى اتصال اخر نقول الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. الاخوه المشاهدين ننبه ان الاستماع الينا يكون من التليفون وليس من البث عشان لا يصير في تاخير وتقديم في الصوت. معنا الاتصال. ما شاء الله في ضغط اليوم، ها؟ في ضغط ما شاء يظهر الله. لي. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا وسهلا. الاسم الكريم؟ يوسف عبد الواسع. يوسف عبد الواسع، اهلا وسهلا بك يا يوسف. من وين تكلمنا يا يوسف؟ خديجة. خديجة الإجابة، لكن أنت من وين تكلمنا؟ أنا؟ من وين تكلمنا؟ من الرياض. أهلا وسهلا بك وبأهلك وبأهل الرياض كلهم. الإجابة خديجة؟ إلى اتصال آخر نقول السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. من معي؟ الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. من معي؟ من وين تكلمني؟ عبد الملك بيان. أهلا وسهلا عبد الملك بيان، حياك الله. من وين تكلمني يا عبد الملك؟ من الرياض. حياك الله وحيا الله أهل الرياض. هل عرفت الصحابية لهذه الحلقة؟ خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، أتمنى لك حظا طيبا بإذن الله. وإلى اتصال آخر نقول ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الاسم الكريم؟ إسرار جاسم. الاسم الكريم مرة أخرى بعد إذنك. إسرار جاسم. الصوت غير واضح عند سعادة المخرج. إسرار جاسم. إسرار جاسم؟ أيوه. طيب الإجابة أخت إسرار، من وين تكلمين أولا؟ من اسطنبول. من اسطنبول. هل تعرفتي على الصحابية؟ السيدة خديجة بنت خويلد. خديجة بنت خويلد، شاكرين لك أخت إسرار. ضيفنا آخر نقول السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. من معي؟ أمل عبد القادر. أمل عبد القادر، حياك الله حبيبتي أمل. هل عرفتي الصحابية لهذه الحلقة؟ خديجة بنت خويلد أمل عبد القادر من الرياض، نتمنى لك حظا طيبا بإذن الله. وإلى متصل آخر نقول ألو السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. قصر على التلفزيون يا حبيبي. السلام عليكم. وعليكم السلام. الاسم الكريم؟ ياسر محمد. من وين تكلمنا يا ياسر؟ من الرياض. جميل. هل تعرفت على الصحابية؟ السيدة خديجة بنت خويلد. السيدة خديجة بنت خويلد، شاكرين لك يا إلى ياسر. ضيف آخر نقول السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. من معي؟ الله يحييك، معك خال أبو صقر أحمد. أنعم وأكرم، يا مرحبا يا مرحبا، حياك الله يا أحمد. أحمد نقاش. الله يحييك، كل عام وأنتم بخير ورمضانكم كريم. علينا وعليك، يا مرحبا يا مرحبا، نورت الشاشة والله. الله يحييك. الإجابة هي خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. خديجة بنت خويلد، نتمنى لك حظا طيبا حبيبنا أحمد ويحالفك الحظ بإذن الله. وإلى اتصال آخر نقول ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. الاسم الكريم؟ جواهر محمود من السودان. أهلا وسهلا أخت جواهر. هل تعرفتي على الصحابية لهذا اليوم؟ خديجة بنت خويلد. خديجة بنت خويلد، شاكرين لكم يا أخت جواهر. إلى اتصال آخر نقول السلام عليكم. ألو السلام عليكم. أهلا وسهلا حبيبتي. من معي؟ تولين أحمد. تولين أحمد، حياك الله حبيبتي تولين. من وين تكلمينا؟ السيدة خديجة. خديجة. السيدة خديجة تولين أحمد من الرياض، نتمنى لك حظا طيبا. طيب من الرياض نتمنى لك حظا طيبا إن شاء الله يحالفك الحظ. عاد تولين صديقة البرنامج. أي ما يحتاج عاد.
وإلى اتصال آخر نقول ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الاسم الكريم. زمزم عبد الواسع من أديس. أهلا وسهلا زمزم عبد الواسع من أديس. هل تعرفتي على الصحابية لهذا اليوم؟ أي نعم، رضي الله عنها. ما سمعت، من هي؟ الصحابية أخت زمزم، الصوت لم يصل. ألو؟ نعم الصحابية مرة أخرى. زمزم عبد الواسع من أديس. الأخت زمزم معنا على الخط، لا زالت على الخط. الإجابة لم تصل يا أخت زمزم. ما ودنا السيدة خديجة رضي الله عنها. خديجة، السيدة خديجة بنت خويلد. شاكرين لك يا أخت زمزم ويحالفك الحظ بإذن الله. إلى اتصال آخر نقول السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. من معي ومن تكلمني؟ عبد الرحمن الجبرتي من الرياض. حياك الله حبيبي عبد الرحمن. هل عرفت الصحابي لهذه الحلقة؟ نعم، خديجة بنت خويلد. خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. نتمنى لك حظا طيبا ويحالفك الحظ بإذن الله. وإلى اتصال آخر نقول ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. أيبلغكم الصوت؟ ألو السلام عليكم. عليكم السلام. الاسم الكريم. ميمونة بيان من الرياض. حياك الله يا ميمونة بيان، يا مرحبا يا مرحبا. هل عرفتي الصحابية لهذه الحلقة؟ سيدة خديجة بنت خويلد. خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. نتمنى لك حظا طيبا ويحالفك الحظ بإذن الله. وإلى اتصال آخر نقول السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. الاسم الكريم. هالة محمد من الرياض. أهلا وسهلا أخت هالة. هل تعرفتي على الصحابية لهذا اليوم؟ نعم، خديجة رضي الله عنها. خديجة رضي الله عنها. شاكرين لك يا أخت هالة. ضيف آخر ومتصل آخر نقول السلام عليكم. ما شاء الله اتصالات ما وقفت الليلة. اي ما شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. من معي ومن تكلميني؟ راوية خليل من السودان. راوية خليل من السودان. حياك الله أختي راوية. هل عرفتي الصحابية لهذه الحلقة؟ أي نعم، السيدة خديجة بنت خويلد. خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. نتمنى لك حظا طيبا ويحالفك الحظ بإذن الله. متابعينا ومشاهدينا الأفاضل، فاصل قصير وللحديث بقية فابقوا معنا. أبدعوا وأطلقوا كل العنان بفؤادي والأيادي واللسان. إننا قوم خلقنا دائما ما نحرص على الاستماع إلى القصص والحكايات. فرسان شجعان، حيوانات ساحرة، وروايات من أماكن مختلفة، مجموعة من القصص والحكايا الخيالية نحكيها لكم بأسلوب شيق وسهل، ونأخذ منها الدروس والعبر في برنامجكم يحكى أن، مع صديقكم عبد السلام ناصر وموفق ناصر على شبكة سلام الإعلامية. رمضان شهر القرآن، فاستمتع أنت وأسرتك ببركات القرآن في شهر رمضان، ولا تتوقف عند التلاوة فحسب، بل تعرف على معاني الكلمات وتفسير الآيات بشكل مبسط. ويا حبذا لو استطعت أن تتدبر في كلام الله وتنزل الآيات على حالك، ثم احرص على التطبيق العملي لتعاليم القرآن في حياتك اليومية
اجعل لك وردا يوميا من القرآن في رمضان، ولا تهجر كتاب الله بعد رمضان تلاوة وفهما وعملا بما فيه. يقول الله تعالى في كتابه العزيز: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. رمضان هو شهر القرآن، شهر العتق والغفران، شهر ترفع فيه الدرجات وتجاب فيه الدعوات. فلنطف معا أحبة الكرام ولنتنسم عبيره وشمائله بصحبة ضيوف أعزاء ومشايخ أجلاء طوال أيام هذا الشهر الكريم، لنسلط الضوء على أهم القضايا والمواضيع الرمضانية التي تهم شعبنا الإريتري على امتداد هذه البسيطة. مع البرنامج المباشر لنتحاور في رمضان على شبكة سلام الإعلام. أبدعوا وأطلقوا كل العناد بفؤادي والأيادي واللسان، إننا قوم خلقنا. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. بعد هذا الفاصل نجدد الترحيب بكم ونذكركم بأننا لازلنا في صدد استقبال اتصالاتكم ومكالماتكم. نذكركم بطريقة المشاركة عبر الرقم الظاهر لكم في الشاشة، وقيمة الجائزة هي $100 يوميا بإذن الله عز وجل. نعم جميل. دعنا نذكر، والله أنا لسه بتكلم في الصحابية. خلاص ما شاء الله في ضغط. طيب لعلنا نستقبل أول اتصال. نقول ألو السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. الاسم الكريم؟ أم رهف من الخفجي. أم رهف من الخفجي، أهلا وسهلا أم رهف. هل تعرفتي على الصحابية لهذا اليوم؟ السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. السيدة خديجة، شاكرين لكم ويحالفكم الحظ إن شاء الله. إلى ضيف آخر نقول السلام عليكم. ألو السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. من معي ومن تكلمني؟ رمضان مبارك علينا وعليكم إن شاء الله. علينا وعليك وعلى الأمة الإسلامية جميعا، حياك الله. من معي ومن تكلمني؟ حياك أخوي، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. اللهم آمين اللهم آمين، شاكر لدعويك. من الاسم الكريم بس؟ الاسم الكريم ومن وين تكلمني؟ الاسم عمر محمود سراج، بكلمك من البحرين. عمر محمود سراج من البحرين، حياك الله وحيا الله البحرين جميعهم. هل عرفت الصحابية لهذه الحلقة؟ رقمي السوداني، رقم بتاع السودان، لكن أنا ساكن هنا في البحرين هنا. الله يحييك يا حبيبنا. من السودان ولا من البحرين؟ نرحب بهم جميعا. أنا من السودان لكن مقيم في البحرين. الله يحييك يا حبيبنا، الله يحييك. هل عرفت الصحابية لهذه الحلقة؟ ويحييكم إن شاء الله. الإجابة: هل عرفت الصحابية لهذه الحلقة؟ نعم. الصحابية لهذه الحلقة. نعم أخوي، ما سمعتك، الصوت بيقطع. هل عرفت الصحابية لهذه الحلقة؟ أيوة، الجواب هو السيدة خديجة بنت خويلد. خديجة بنت خويلد من الحظ طيبا بإذن الله. نعم. وإلى اتصال آخر نقول ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الاسم الكريم؟ معك عبد الله عبد العليم. أهلا وسهلا عبد الله عبد العليم. من وين تكلمنا يا عبد الله؟ أهلا فيك، من بريطانيا برمنغهام. أهلا وسهلا بك وبأهل بريطانيا كلهم. هل تعرفت على الصحابية لهذا اليوم؟ اي نعم، خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. خديجة بنت خويلد، شاكرين لك يا عبد الله ويحالفك الحظ إن شاء الله. صالنا آخر وضيف آخر نقول السلام عليكم. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. اسمعنا من الجوال أخي الفاضل. ألو وعليكم السلام.
حياك الله، من معي ومن تكلمني؟ هبة بيان من الرياض. هبة بيان من الرياض، حياك الله أختي هبة. هل عرفتي الصحابية لهذه الحلقة؟ اي خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، نتمنى لك حظا طيبا ويحالفك الحظ بإذن الله. والى اتصال آخر نقول ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. الاسم الكريم؟ لجين بدري من جدة. لجين بدري من جدة. أهلا وسهلا أخت لجين. الاسم الكريم عفوا، هل تعرفتي على الصحابية لهذا اليوم؟ خديجة بنت خويلد. خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، شاكرين لك يا أخت لجين. السلام عليكم، حياك الله، من معي؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا وسهلا. الاسم الكريم؟ أم عبد الرحمن حياة عبد الواسع، حيا الله الوجوه الطيبة. أهلا وسهلا. كل عام وانتم بخير. غبت عني فانثنيت على ذكراي أرثي ليالي الوصل أدكر. تشرف البرنامج بصوتك يا أمي. ما أسمع. أقول تشرف البرنامج بصوتك يا غالية. جزاك الله خير. أنا من الرياض والإجابة السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. صحيحة. يعطيكم العافية. شاكرين لك يا سيدتي وأمي. إلى اتصال آخر إلى اتصال آخر وضيف آخر نقول السلام عليكم. ألو. أهلا وسهلا، حياك الله، من معي ومن تكلمني؟ أهلين، معك سارة. حياك الله. من تركيا. سارة مين عفوا؟ سارة عبد الرحمن. سارة عبد الرحمن من تركيا، حياك الله أختي سارة. هل عرفتي الصحابية لهذه الحلقة؟ إيه الإجابة صحابية خديجة بنت خويلد. خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، نتمنى لك حظا طيبا وحالفك الحظ بإذن الله. وإلى اتصال آخر نقول ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الاسم الكريم؟ معك عبد الرحمن سعيد من اسطنبول. أهلا وسهلا عبد الرحمن سعيد. هل تعرفت على الصحابية لهذا اليوم؟ اي نعم. قبل ما اقول الاجابه حاب اهنيكم على هذا البرنامج واقول لكم موفقين وان شاء الله من نجاح الى نجاح. الاجابه هي خديجه بنت خويلد. شاكرين لك يا عبد الرحمن هذه الكلمات الطيبه ويحالفك الحظ ان شاء الله. الى اتصال اخر وضيف اخر نقول السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا. من معي وين تكلميني؟ قدي محمد عبدو. قدي محمد عبدو، حياك الله. هل عرفتي الصحابية لهذه الحلقة؟ خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، نتمنى لك حظا طيبا وحالفك الحظ بإذن الله. الأخت السيدة قدي من أسمرة. وإلى اتصال آخر نقول ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. الاسم الكريم؟ نبيل أمين علي من اسطنبول تركيا. أهلا وسهلا بك أستاذ نبيل. هل تعرفت على الصحابية لهذا اليوم؟ اي نعم، صحابية جليلة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، شاكرين لك ويحالفك الحظ إن شاء الله. إلى ضيف آخر نقول السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله. من معي ومن تكلمني؟ معك خالد إبراهيم. أنعم وأكرم. حياك الله حبيبي خالد. هل عرفت الصحابية لهذه الحلقة؟ ايه الجواب خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. خالد إبراهيم من الرياض، نتمنى لك حظا طيبا بإذن الله. وإلى اتصال آخر نقول ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. هل اتصال معنا؟ ألو السلام عليكم. ألو. هناء سعيد. الاسم الكريم؟ هناء سعيد من جدة. هناء سعيد من جدة. هل تعرفتي على الصحابية لهذا اليوم أخت هناء؟ خديجة بنت خويلد رضي الله عنها.
خديجة بنت خويلد رضي الله عنها شاكرين لك ويحالفك الحظ إن شاء الله. تفضل. إلى اتصال آخر نقول السلام عليكم. ألو. الو السلام. يا مرحبا يا مرحبا، حياك الله. من معي من تكلمني؟ حياك الله، مع خالد الخطب من اسطنبول. يا مرحبا، حياك الله يا خالد. هل عرفت الصحابية لهذه الحلقة؟ نعم، خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. خديجة بنت خويلد، أتمنى لك حظا طيبا حبيبنا خالد ويحالفك الحظ بإذن الله. وإلى اتصال آخر نقول ألو السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. الاسم الكريم؟ شجن بدري من جدة. شجن بدري من جدة، أهلا وسهلا يا شجن. اسمها رنان. جميل ما شاء الله. نعم. هل تعرفت على الصحابية لهذا اليوم أخت شجن؟ خديجة بنت خويلد. خديجة بنت خويلد رضي الله عنها شاكرين لك يا أخت شجن. إلى اتصال آخر نقول السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا يا مرحبا، حياك الله. من معي من تكلمني؟ معاك أخوك أبو ريان. الغالي الغالي أبو ريان، يا مرحبا يا مرحبا. من تكلمنا يا أبو ريان؟ يا مرحبا. الإجابة خديجة بنت خويلد. خديجة بنت خويلد أبو ريان من اسطنبول، نتمنى لك حظا طيبا ويحالفك الحظ بإذن الله. وإلى اتصال آخر نقول ألو السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا وسهلا. الاسم الكريم؟ حياكم الله، معكم أخوكم أبو أحمد من تركيا. أبو أحمد من تركيا، أهلا وسهلا أبو أحمد. هل تعرفت على الصحابية لهذا اليوم؟ حياكم الله. الإجابة هي خديجة بنت خويلد. خديجة بنت خويلد رضي الله عنها شاكرين لك يا أبا أحمد. إلى اتصال آخر نقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا، حياك الله. من معي ومن تكلميني؟ مريم جهار من السعودية. مريم جهار من السعودية، حياك الله. هل عرفتي الصحابية لهذه الحلقة؟ جهار، مريم جهار. خديجة بنت خويلد. خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، نتمنى لك حظا طيبا ويحالفك الحظ بإذن الله. وإلى اتصال آخر نقول ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. الاسم الكريم؟ دان بدري جدة. دان بدري من جدة، أهلا وسهلا أخت دان. هل تعرفتي على الصحابية لهذا اليوم؟ خديجة بنت خويلد رضي الله بنت خويلد رضي الله عنها شاكرين لكم. إلى اتصال آخر نقول السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله. من معي ومن تكلميني؟ سارة عبد الناصر من الخرطوم. سارة عبد الناصر من الخرطوم، حياك الله وحيا الله أهل الخرطوم. هل عرفتي الصحابية لهذه الحلقة؟ الله. الصحابية خديجة. خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، نتمنى لك حظا طيبا ويحالفك الحظ بإذن الله تعالى. وإلى اتصال آخر نقول ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. الاسم الكريم؟ سلمى محي الدين. أهلا وسهلا سلمى محي الدين. هل من وين تكلمين يا أخت سلمى؟ من الرياض. نشرف بكم أهل الرياض. هل تعرفتي على الصحابية لهذا اليوم؟ اي نعم، السيدة خديجة بنت خويلد. السيدة خديجة بنت خويلد، شاكرين لك يا سلمى ويحالفكم الحظ إن شاء الله. ضيفنا آخر نقول السلام عليكم. هذا شكله اتصالنا الأخير. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. من معي من تكلمني؟ الله يحييكم، نادية نقاش من الرياض. يا مرحبا يا مرحبا، حياك الله يا أختي نادية. هل عرفتي الصحابية لهذه الحلقة؟ الله يحييكم. نعم الله يرضى عليك. خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، نتمنى لك حظا طيبا ويحالفك الحظ بإذن الله. ما شاء الله تبارك الرحمن، اتصالات اليوم نعم تجاوزنا يعني أكثر من اتصالات أمس. ها؟ ايه الله الجمهور بدأ يتعرف على الصحابية بكل سهولة والله الحمد لله. طيب لعلنا نخرج إذن في فاصل قبل السحب الأخير. متابعينا الأفاضل مشاهدينا في كل مكان، تبقوا معنا والسحب بعد هذا الفاصل القصير. أبدعوا وأطلقوا كل العناد بفؤادي والأيادي واللسان، إننا قوم خلقنا قيم. رمضان شهر القرآن،
فاستمتع أنت وأسرتك ببركات القرآن في شهر رمضان، ولا تتوقف عند التلاوة فحسب، بل تعرف على معاني الكلمات وتفسير الآيات بشكل مبسط. ويا حبذا لو استطعت أن تتدبر في كلام الله وتنزل الآيات على حالك، ثم احرص على التطبيق العملي لتعاليم القرآن في حياتك اليومية. اجعل لك وردا يوميا من القرآن في رمضان، ولا تهجر كتاب الله بعد رمضان تلاوة وفهما وعملا بما فيه. دائما ما نحرص على الاستماع إلى القصص والحكايات. فرسان شجعان، حيوانات ساحرة، وروايات من أماكن مختلفة، مجموعة من القصص والحكايا الخيالية نحكيها لكم بأسلوب شيق وسهل، ونأخذ منها الدروس والعبر في برنامجكم يحكى أن، مع صديقكم عبد السلام ناصر وموفق ناصر، على شبكة سلام الإعلامية. لا تدع الوقت يمر من بين يديك دون أن تحاسب نفسك يوميا. هل صليت في جماعة؟ هل ابتعدت عن اللغو؟ هل تصدقت على فقير أو مسكين؟ هل قرأت وردك اليومي من القرآن؟ إياك أن تكون ممن أدرك رمضان ولم يغفر له. يقول الله تعالى في كتابه العزيز: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. رمضان هو شهر القرآن، شهر العتق والغفران، شهر ترفع فيه الدرجات وتجاب فيه الدعوات. فلنطف معا أحبة الكرام ولنتنسم عبيره وشمائله بصحبة ضيوف أعزاء ومشايخ أجلاء طوال أيام هذا الشهر الكريم، لنسلط الضوء على أهم القضايا والمواضيع الرمضانية التي تهم شعبنا الإريتري على امتداد هذه البسيطة. مع البرنامج المباشر لنتحاور في رمضان على شبكة سلام الإعلام. آن الأوان أبدعوا وأطلقوا كل العناد بفؤادي والأيادي واللسان إننا قوم خلق. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل. ونود أن يعني نقول لكم أن الإجابة هي خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. جميع الاتصالات اليوم كانت بالإجابة الصحيحة. الإجابة هي خديجة بنت خويلد، وهي أول من أسلم من النساء، وهي خير نساء الجنة. نعم. ويذكر يا أنس لها دور مهم في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أعانته بنفسها ومالها وهيأت له بيتا هانئا يستقر فيه، وأعانته أيضا على خلوته في غار حراء. ففضائلها كثيرة جدا. ولها من الأبناء زينب كبرى بنات النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رقية، ثم أم كلثوم، ثم فاطمة الزهراء. وولدت له أيضا من الأولاد القاسم، وبه كان يكنى النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كان يكنى بأبي القاسم رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم. وعبد الله الذي كان يلقب بالطيب والطاهر، وقد مات صغارا. ومن الجدير بالذكر أن كل أبناء النبي صلى الله عليه وسلم كانوا من خديجة، عدا إبراهيم فهو من جاريته وزوجته ماريا القبطية. الله يجزاه خير. والحديث صراحة شيق عن السيدة خديجة بنت خويلد، لكن دعنا
نذهب وإياك إلى المرحلة الذي ينتظرها الجميع، وهي مرحلة السحب. عندنا متصلين كثير الليلة وغالين على القلوب، لا شك. نتمنى والله أن نفوزهم جميعا، لكن للأسف أنها فائز واحد. نعم. لهذا اليوم. عبد الرحمن اخلط لنا كذا بسرعة بحيث ان احنا نسحب. والله زي ما قلت ودنا نفوز الجميع. اي نعم. لكن عاد في النهاية هي ضربات وحظ. اي والله. والله يس. ولسه يعني ورانا ما يقارب الحلقات لسه باقي فيها 18 تقريبا، والفائزون ان شاء الله يحالفهم الحظ. نبدأ نبارك من الآن ولا شوي؟ بارك ارفعها بس عشان المصداقية. أنا سأقول سامح الله يجزاكم خير. نبارك. نعم. للفائز معنا في هذا اليوم أختنا الغالية ليلى سعيد من السودان. ألف مبروك، جائزة بقيمة $100. ليلى سعيد من السودان، ألف مبروك. الفوز معنا بجائزة قيمتها $100. وكما ذكرنا عبد الرحمن باقي لنا لسه الحلقات قدام إن شاء الله، والخير قدام، ويحالفهم الحظ من لم يحالفهم الحظ اليوم أو أمس. الفائزة معنا اليوم كانت ليلى سعيد من السودان، والإجابة كما ذكرنا متابعينا كانت خديجة بنت خويلد. إلى ذلك الحين الفائز معنا بحلقة أمس وحلقة اليوم يتواصلون مع رقم القناة بحيث أن احنا ننسق معهم الجائزة، كيفية الاستلام وما إلى ذلك. شكرا لك عبد الرحمن. شكر لك أخ أنس. والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام لمتابعتكم هذه الحلقة. نلتقيكم غدا في تمام الساعة 5 عصرا بتوقيت أسمرة. هذا محدثكم أنس من بيان يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا جموع الناس قد آن الأوان، على ارجعوا وأطلقوا كل العنان، بفؤادي والأيادي واللسان، إننا قوم خلقنا قيما.